ولكن اللي كنت باغي انا نعرف وبغيت الناس يعرفوا هو ما هو موقف البوليزاريو بما يسمى بالحل الثالث اللي هو ماذا؟ اللي هو الحكم الذاتي. واش فهمتي؟ دونك انا شنو هو كان الهدف ديالي؟ كان الهدف ديالي نسول سؤال واحد لمحمد عبد العزيز، هو واش متفق ولا ما متفقش مع الحكم الذاتي؟ شدني من يدي وجرني وقال لي شوف السي الجامعي، شتي هادشي ديالك ديال الحل الثالث وديال هذا اذا كان كيحفظ الماء وجهكم وماء وجهنا اسيدي حنا معاه بغيناه. هادشي تكتب. وفعلا انا ذاك البوليزاريو ارتابوا. عرفتي علاش ارتابوا البوليزاريو؟ راه كلهم هذوك بخصوص اللي كراو حنكم سير قلب شوف شحال ديال الاراضي عندهم وسير شوف شحال الطوموبيلات عندهم وسير شوف ديال سميت. دونك ماشي غير بوحدو الوالد ما كانش عنده قرابه غير مع الامير هشام، راه كانوا اعضاء ديال العائله الملكيه اللي كانوا كيعزيز عليهم الوالد وكيمشيو يشوفوا. هما مشاو داروا ليه مظاهرات كيقولوا راه سب النبي. هو هذه وضع نفسك ماشي في وضع راسك ماشي في البلاصه ديالي انا، البلاصه ديال مراتي وديال وليداتي وديال امي. النظريه ديالي هو الحسن الثاني كان سددنا ليه واحد الخدمه. شنو هي ديك الخدمه اللي سدنا ليه؟ انا دابا اللي كيحرقني اللي كان عندي وما بقاش عندي هو هذوك الاجتماعات ديال هيئه التحرير ودوك النقاشات الكبرى وكان ما بيناتنا. انا هادشي اللي ترزيت فيه. احنا تكلمنا بزاف، خلينا نعطيك واحد بعض ملي تكلمنا على بدايه الجورنال ما بين 97 و 99 يعني هاد السنتين كاش مهمه، لان هناك من قال انه الحسن الثاني كان معجبا بالتجربه ديال الجورنال، كان معجبا بها. ربما الحسن الثاني في اخر سنوات حياته بعد ما تاكد مرضه كان يرى انه البلاد في حاجه لمنبر صحفي مستقل عنده توجهات، يعني تكون توجهات يعني جريئه. واش هذا الكلام ديال انه معجب بتجربتكم كان كلام صحيحا؟ شوف انا ما نقدرش نقول لك انا معجب لان ما قالهاش ليا. واش فهمتي؟ ما تنعرفوش وما تنعرفوش، ما عمرني تلاقيت معاه، ما عمرو قال لي. فما نقدرش ندخل لك في دماغه ونقول لك راه كان معجب بالجريده، ولكن غادي نعطيك الكلام كيفاش توصل الصحافه تنشر. غادي نعطيك معطيات. المعطى الاول يا اخي السي اسام، المعطى الاول البديهي هو انه خلاونا نخدموا والناس يمشيو يتصفحوا له جورنال في الوقت ديال الحسن الثاني. راه ما خلينا ما درنا، راه مشينا جبدنا القضيه اوفقير، مشينا ديال عائله اوفقير، مشينا جبدنا السرفاتي نهار وما طال، الملكه اوفقير، القضيه ديال شي القضيه ديال الاعمال والسلطه. راه بدينا مع الحسن الثاني. راه كاين غلاف بالفيلالي، فؤاد الفيلالي اللي ديك الساعه كان كيترأس، كان مازال مجوج مع بنت الملك، كان كيترأس المجموعه ديال لونا. درنا غلاف تنتقدوه، غلاف تنتقدوه في هادشي في وقت الحسن الثاني. فبمعنى اخر واش كاين شي واحد اللي غيقول مع راسو هاد المساخيط ديال الجورنال واش شحال قويين انهم فرضوا نفسهم على الحسن الثاني؟ واش كاين شي واحد غادي يقبل هاد الهضره هادي؟ واش حنا فرضنا نفسنا على الحسن الثاني؟ راه كنا لينا خلانا. واش تعتقد كل ناض وقال من عليا هاد الجريده اش كان غادي يوقع في المغرب كاع؟ اش كان غادي يطرا كاع؟ ما غيطرا والو. هاد شويه الغوات وشويه ديال المنظمات الدوليه وهذه ونبينا عليه السلام. معناه انه الا وديك الساعات كنا بدينا تنبيعوا، لان الناس اللي كيقول لك هادو ما عندهم تكوين، ما هذا انا متفق معاهم. انا ما عنديش تكوين صحفي، انا عندي تكوين في مجالات اخرى، عندي ما تكوين في الاقتصاد وهذا، ولكن انا ما عنديش مشكل مع هذه المساله هذه، لان الصحافه انا من الناس اللي كيعتبرون الصحافه خاص تكون مفتوحه للجميع، لانه الحكم هو الجمهور ماشي الجمهور والقانون. لانه ما كاينش شي حوايج ما تقدرش تسب الناس، ما تقدرش. ما كنقولش الشعبيه هي كل شيء، لا ماشي هي كل شيء، لان كاين ضوابط قانونيه يجب ان تحترم. ولكن الضابط القانوني اللي كنرفض بتاتا هو انه واحد السلطه ديال الدوله كتقول لك واش انت صحفي ولا ماشي صحفي. شتي اقل السلطه اللي هي اقل اش بغيت نقول لك مصداقيه في تخويل لقب الصحفي هي الدوله. راه الى الدوله اللي تقول لك واش انت صحفي ولا ماشي صحفي انتظر الساعه. واش فهمتي؟ ما راه ما كاين والو. هذيك البلاد ادير على كرو، راه ماشي بلاد، راه ما مؤسسات ما والو. واش فهمتي؟ لانه العمل ديالك كصحفي هو انك تنتقد صحاب السلطه. هذه الخدمه ديالك. واش فهمتي؟ دونك انا ما عنديش مشكل الناس اللي كيقول لك هذا السيد هذا ما عندوش تكوين. انا ماشي تنعترف بها، ما غاديش نقول فخور بها، ولكن هذا واقع. وكنعتبر ان الى حد الان خاص الشبان المغاربه اللي باغي يدير جريده الله يعاونه يتلاح، ما كاين حتى شي مشكل باحترام القانون.
وملي كنقول القانون ماشي داك القوانين اللي السي مجاهد هو اللي كيقول لي واش انا صحفي ولا ماشي صحفي، اللي هذا الخوار زعما ولا وزاره الاتصال هي اللي غتقول لي واش انا صحفي ولا ماشي صحفي. واش عمركم خديتوا البطايق ديال الصحافه؟ كانت عندي واحد لا كانت عندي واحد الوقيته كانت عندي البطاقه ولكن ما عاودتهاش، ما خديتها خطره وحده وما بقيتش عاود سميتها خديتها في الوقت. شوف لان كاين واحد الفتره اللي كيف قلت لك كنا مآمنين انه كنا في واحد السيروره ايجابيه. وانت تشوفوا في التحرير دابا كنهضر معاك راني خدام على ان شاء الله الا بغى الله غادي ننشر الافتتاحيات ديالي باش فهمتي في كتاب انت كدير في الجورنال كندير في ذاك الوقت. دونك الناس يقدروا يشوفوا، حيت عرفتي علاش؟ لان اخي الناس تيهضروا انا كنقول لهم غير قراو ما تثقوش بيا، ما تسمعوش كلامي انا اش كنقول. انا واحد الانسان كان كيكتب وكان كيكتب للجميع، سيروا قراو داك الشيء راه تما غادي نبان، تما غادي الا كانت شي هفوه في العمل ديالي غتبان لكم ديك الساعات. شي نشر في كتاب ولا في موقع ولا في كتاب؟ في كتاب راني خدام عليه دابا، راه مازال خصني نسالي التقديم ديال الكتاب هو اللي خدام عليه دابا، ولكن راه جمعنا الافتتاحيات. وعلاش كنقول لك هذا الكلام؟ لان دابا رجعت كنقرا الافتتاحيات ديالي وفعلا كاين واحد التطور، وهذاك التطور ديال فعلا اللهجه ديالنا بدات كتقصح بشويه بدات كتقصح، واش فهمتي؟ ولكن يعني الاول كنت مؤمن بالانتقال الديمقراطي يعني المغرب غادي في السكه ديمقراطيه وبعدها تغير. كنت مؤمن ولكن ما كانش شك على بياض. واش فهمتي بغيت نقول لك؟ كنت مؤمن قدر ما كنت كنعتبر ان الملكيات كانت كتصرف في الحدود اللياقه. لانه شنو هو الايمان بالانتقال؟ الايمان بالانتقال بالنسبه لنا حنا انذاك هو انه راه كتقبل واحد الوضع السلطوي، لان المغرب كان ديما في السلطويه مع الحسن الثاني، راه كنا في السلطويه ما عمرنا كنا في الديمقراطيه. ولكن تعتبر ان هذيك السلطويه بمعنى اخر، هذيك السلطات الغير العاديه اللي تتعطى لواحد الشخص لواحد المؤسسه اللي سميتهم الملك والملكيه تستثمروا في التغيير. واش فهمتي؟ ماشي تستثمروا في الاعمال وتستعملوا في الرشاوي الى اخره. واش فهمتي؟ هذيك السلطه هذيك اللي المجتمع تعطيك انت الملكيه تستعمليها بحال واحد الخزان سياسي واحد راس مال سياسي اللي كتستعمليه باش تدفعي الدوله لاتجاه الديمقراطي. واش فهمتي؟ بمعنى اوضح هو انه ما حد الملكيه تكون هذيك السلطه اللي هي ماشي غير السلطه ديال الدوله، اللي هي حتى سلطه معنويه، لان الملكيه رغم كل الانتقادات مازال عندها سلطه معنويه. اليوم غادي نقول ما عندها سلطه معنويه. واش فهمتي؟ انا كانت بالنسبه لي السلطه المعنويه ديالها اكبر. هذيك السلطه المعنويه ملي كنا في واحد السيروره اللي هي ايجابيه، في ماذا تستعمل في كتسميتو تستعمل في اطار مواجهه المقاومه الداخليه ديال المخزن، تتسكت البصري ومن معاه. واحد القضيه سولتيني ما كملتش السي عزام على الحسن الثاني، بديت الجواب ديالي ملي قلت لي علاش الحسن الثاني واش كان معجب ولا مش معجب. قلت لك اولا كانت اولا ديال انه من جراء وجود الجريده، معناها انه ما غاديش نقول معجب ولكن خلانا. واش فهمتي؟ ثاني شيء هذه مساله موثقه انه صيفط الدريس البصري باش يهضر معنا حنا عبر الوليد على الخط التحريري. وراه هذا اللقاء هذا راه موثق. الوليد قالها في استجواب وقالها مولاي محمد الخليفه ديال حزب الاستقلال، لان هذا اللقاء تم في الدار ديال مولاي محمد الخليفه. فالناس اللي باغيين يوثقوا هادشي يمشيو يقلبوا، راه كاين في يوتيوب غادي يلقاو مولاي محمد الخليفه كيقول هذا الكلام اللي غنقول لك دابا. الحسن الثاني صيفط الدريس البصري قال له سير تلاقى ما انا يمكن جيتهم دري ما بغاوش يهضروا معايا، هضروا مع الوليد، مشاو اتصلوا بالوليد. دونك تلقى الوليد رفض انه يمشي للمكتب ديال الدريس البصري وقال لي اجي عندي للغرف. قال لي لا ما نمشيش عندك. قال له خصنا تيغان نوتر، خصنا شي بلاصه اللي معنا مع كانوا بجوج عندهم علاقه مع مولاي محمد الخليفه. مولاي محمد الخليفه قال لهم اجيو تغداو عندي وهضروا. دونك مشاو تغداو عند مولاي محمد الخليفه. البصري قال الوليد قال له شوف ها عندي ميساج رساله ديال الحسن الثاني. الحسن الثاني قال لكم داكشي اللي كديروا مزيان. بون الوليد قال لي علاش ما عيطي لي انا غير كنكتب عمود مورين الشيره المدير هو الولد هو بوبكر ماشي انا. قال لي هو بغى الرساله دوز منك انت ما عليناش. قال لي عنده عنده ثلاثه ديال الملاحظات. قالوا الملاحظه الاولى كيقول لكم الحسن الثاني بقاو تكتبوا على السرفاتي، بقاو تطبلوا في الماء تيقصاح. والله السرفاتي ما يدخل المغرب، والله ما حد هو حي الحسن الثاني حي ما السرفاتي ما يدخل المغرب. قال لي غير تساحوا مع راسكم،
تبقى ديروا في الغلافات على السرفاتي وديروا مع استجوابات، راه السرفاتي ما غاديش يحط رجليه في المغرب ما حد الحسن الثاني حي يرزق. وفعلا داكشي اللي وقع، ما دخل حتى مات الحسن الثاني. قال له المساله الثانيه داكشي ديال الزعزاع ديال الجمهوريه ما الجمهوريه ما كاينلاش. هادشي باش نقول لك سير دابا قول الجمهوريه في المغرب، سير دابا كتب شي مقال وقول الجمهوريه في المغرب، شوف واش غادي يوقع لك. ديك الساعات حنا كنديروا استجواب مع هادشي قبل تلكال وداكشي تلكال راه جا من بعد. حنا كنديروا استجواب مع زعزاع كيقول لنا انا جمهوري، الله يرحمه برحمه الله حتى هو ذاك الرجل العظيم عبد الله زعزاع كيقول حنا جمهور. الحسن الثاني بصيفط لنا رساله تيقول لنا ودي داك جمهوري ما جمهوري بهاد الالفاظ. دونك ماشي تعس داكشي ماشي تاع السوفي، وهادشي راه يقدر يكون تاع السوفي. واش فهمتيش بان الرساله دابا اللي بغيت انا نمرها لك سي عزام والناس اللي كتصنتوا لينا، ماشي كنقول انا الحسن الثاني خاف من لو جورنال وما بغاش يخسر الهضره، راه كان يقدر يكون بغى يقول لك اسيدي جمع عليا هاد الزبل هذا، يقول لي جمهوري ولا ماشي جمهوري، يشد عليه هادشي. ولكن اختار انه الكلام اللي استعمل البصري هو ديال الله يخليكم ما كاينلاش. ولكن راه اسمح قاطعك، ولكن هذه النقطه هذه حيت ربما الحسن الثاني كانت في نهايه السنوات ديالو ما باغيش يدخل عاوتاني في واحد حقوقيه اخرى. قال ما هذا السيد ما بقاش يعاودها وصافي، يعني ما بغاش يدخل عاوتاني في واحد المسلسل طويل. محتمل ربما لو انه قالها في درتو مع الحوار في الثمانينات وكذا كان غيكون التصرف وايلي خلاص هادشي ما فيه هضره ويلي. والمساله الثالثه قال لكم الحسن الثاني داك العدل الاحسان ما كاينلاش، ما تبقاوش تهضروا على العدل زعما بلاش. وديك هادشي شوف السي عزام، عرفتي اذا تنهضروا على 1999 دابا قارن هاد الهضره اللي كنقول لك مع داكشي اللي واقع دابا. الناس اللي كيقول لك العهد الجديد هنا جديد 99 جاوبوا الوليد قال ليه شوف السي ادريس انا راه غادي نوصل هذا الكلام ديالك، ولكن راه ما تنعتقد شيء انهم غادي يغيروا المواقف ديالهم. هذا كلام الوليد داكوغ، هادشي راه عاوتاني راه كاين في يوتيوب وكيصرح به حتى مولي محمد خليفه. داز الوقت السي عزام وعيط البصري عيط الوليد وقال لكم الحسن الثاني سيدي ما كاين مشكل، بقاو ديروا داكشي اللي تديروا. واش هذا اعجاب ولا ماشي اعجاب؟ الله انا شوف انا نقول لك انا غادي نعطيك باش نختم هذه المساله ديال الحسن الثاني، نعطيك النظريه ديالي هو الحسن الثاني كان سددنا ليه واحد الخدمه. اشنو هي ديك الخدمه اللي سددنا ليه؟ انه اضفينا واحد النوع من المصداقيه على الانفتاح. واش فهمتي بغيت نقول لك؟ لانه ما عمرنا وصلنا لحد تنقولوا خاص الملكيه تمشي، حنا ما عمرنا قلنا حنا جمهوريين. واش فهمتي بليت؟ راه كنخليو الناس اللي كيقولوا جمهوريين يقولوا هما جمهوريين، ولكن حنا الموقف ديالنا حنا ما عمرنا قلنا حنا مع الجمهوريه. فبالتالي هذيك الثوابت اللي هو كانت مهمه بالنسبه لي ما كناش نقيسوها. واش فهمتي؟ باش نكونوا عاوتاني تماما سميتو، ولكن كنا الديمقراطيه حقوق الانسان الى اخره الى اخره. فبالتالي جيناه مع ذاك الفتره جيناه مولمناه. واش فهمتي؟ ما غاديش نستعمل كلمه الاعجاب، لان الحسن الثاني ماشي هادو هما المفاهيم اللي كيخدم عليها الاعجاب ولا ماشي الاعجاب، دير واش مصلحته ولا ماشي مصلحته. واش فهمتي نقول لك؟ فكنعتقد خلانا لانه كان كيعتبر انه كنا في المصلحه ديال داكشي اللي كان باغي يدير. واضح. اسمح لي الله يعطيك السر، انا نعطيك واحد السؤال السبب مهم. هناك من يقول انه الفتره ديال الملك الحالي الملك محمد السادس يعني السيد ورث واحد الكومه ديال المشاكل من العهد القديم. يعني المغرب كان في ربما كان اول فيديو درناه في هذه القناه كان السنوات الاخيره من عهد الملك حسن الثاني، وكانت مشاكل اقتصاديه كثيره، مشاكل اقتصاديه، مشاكل اجتماعيه. فصعب يعني ربما هناك من يقول انه صعب انه يتم العمل على كل هذه المشاكل في حين انه الصحافه تنتظر انتقالا ديمقراطيا سريعا، يعني على الشكل الاسباني كيف ما كنتي كتامن. واخا سي عزام دابا انا نمشي معك في الطرح. انا ربما درتوا نوع من يعني ضغوط كثيره، وانكم كنتم تنتظرون من امور اللي صعب جدا انها توقع في بدايه واحد العام اللي كما قلت كانت مشاكل كثيره. بون شوف غادي نبدا معك، انا غادي نمشي اولا انا ما متفقش في هذا الشيء مع هادشي تقول، ولكن غادي نبدا ماشي رايي هذا، انا كنطرح لك انا ما متفقش مع هذا الراي هذا، ولكن غادي نبتدئ بهذا الراي هذا. انا سيدي نقول متفق مع هذا الراي هذا. ودابا انا ساداش، انا كانبو في السياسه، انا ما كنفهمش في السياسه وبغيت كل شيء غدا في الصباح، غتلقاو مني تمنعني
واش فهمتي بغيت نقول لك؟ انا خاطئ انا تنقول لك اسيدي، انا كصحفي ما فاهم، ما قاشع والو، ما فهمت شيء، ما كانش عندي ما كانش عندي التكوين باش نفهم الحيتيات وباش نفهم كيفاش المسائل كانت معقده وكانت هذه وهذه وهذه. واش غدير معايا؟ تمنعني؟ غتفبرك عليا سميتو قضايا ديال السب والقذف اللي هي ما كايناش، هكذا غتعامل معايا؟ واش فهمتي بغيت نقول لك؟ دونك حتى ولو انني نتفق مع الطرح هذا، حنا سيدي متفقين، سيدي نتوما دوك الاتحاديين اللي تبعتونا نتوما هما العباقره السياسه، شوف حالتكم دابا كي دايره، سير قلب عليهم هذوك اللي كانوا دابا القحص ومن معاه، سير قلب عليهم دابا فينا هما شتي يعني اختفى عن الساحه السياسيه كلهم فينا. هو الاتحاد الاشتراكي اللي كان كيحسب راسو هو اللي عنده، ما نقولش الاتحاد الاشتراكي، غادي نقول هذيك النخبه بالخصوص، لان الاتحادين فيهم وعطاو البلاد اكثر من لازم الى اخره من قبل، دونك ما غاديش يجمع كل شيء، ولكن هذوك اللي كانوا ديك الساعات فينا هما دابا. ونقول لك عاوتاني انا سيدي متفق سيدي، انا نعتبروا اننا كنا غالطين في الخط التحريري ديالنا، وكنا ما كداكشي اللي تنكتبوه ما عنده معنى، ولا كيفاش غادي تسميتو؟ غادي تمنعني بقرار اداري ماشي حتى محاكمه، تمنعني باش خرجت بقرار اداري بالماده 77 اللي هو قرار اداري، ما عطيتيني شيء تنمو انني ندافع على راسي امام قاضي في ذاك الوقت. واش فهمتي؟ هذا اليوسفي اللي دار اليوسفي نعم اليوسفي، ولكن انا كنقول لك اليوسفي دارها وزاد فيه تحمل المسؤوليه السياسيه اللي كان باسمي، هي ما بالنسبه لي تحمل المسؤوليه السياسيه، فهمتي؟ دونك انا هذاك السيد اللي كنت نعول عليه طاكي عليا، ولو انني غلط دق هو اللي دافني. نعم واش فهمتي باش نقول لك؟ دونك ثانيا شوف سي عزام، الناس اللي كيقول لك مشاو بعيد بغيتهم يعطوني بالتفاصيل اشنا هو الموقف، اشنا هو القرار، اشنا هو الغلاف، اشنا هو هذا اللي مشينا فيه بعيد. مثلا انا نعطيك مثال، يلا قول لي. الحوار اللي درتو مع العزيز المراكشي، واش ما كنتوش انه كان حوار خاطئ؟ يعني المغرب يعني في واحد القضيه اللي كيعتبرها قضيه مركزيه وحساسه، وقضيه اللي داخله فيها دوله اللي هي الجزائر، يعني الاكبر ممول بوليزوري هي الجزائر يعني، والمغرب يرى ان هناك تقسيم، هناك خطه التقسيم ديالو، يعني كتنوضوا نتوما كديروا حوار مع العزيز المراكشي كتعطوا واحد المنبر يعبر عن الاراء الانفصاليه ديالو بشكل واضح، واش ما كانش هذا خطا؟ علاش درتي جواب مع محمد عبد العزيز؟ علاش درتي جواب مع محمد؟ درتي جواب مع محمد عبد العزيز لانه كنت مشيت درت واحد التحريات على العطاء ديال الدبلوماسيه المغربيه في واشنطن. هادشي كنهضر معاك اكتوبر 99، الملك الله ولا ملك فيوريوس، اكتوبر انا مشيت خدمت علاش؟ لانه واحد المواطن مغربي في واشنطن اتصل بينا واحد النهار قال لنا انتم راكم صحفيين ما والو. قلنا لي علاش؟ قال لنا راه حيت البوليزاريو راه كيركز على المغرب وما كاين لا دبلوماسيه وحتى واحد ما مقاوم البوليزاريو في الاروقه ديال الكونغرس. راه عندهم واحد خينا سميتو مولود سعيد، كان ديك الساعه هو الممثل ديال البوليزاريو في واشنطن، راه كيدردك على المغرب والمغاربه ما موجودينش ما كاينينش. وكان الحق اجيو تشوفوا هذه المصيبه الكحله اللي عندنا فات. قلت لها سيدي انا جاي هذا، مشيت الاسبوع من بعد ديك الساعات مشيت لواشنطن وفعلا شفتها وتلاقيت مع مولود سعيد. واش فهمتي؟ مشيت في داكشي ومشيت للسفاره المغربيه قلت له، ومشيت عند الناس ديال، ومشيت عند كتعرف البرلمان الامريكي كجميع البرلمانات عنده سميتو عنده لجان. واش فهمتي؟ فيما كيكون شي موضوع كتكون عنده لجنه ديالو، وما عندهم واحد الاداره، عندهم الاخصائيين ديال الناس اللي مختصين في مواضيع دقيقه بحال الفلاحه، بحال السياسه الخارجيه، والسياسه الخارجيه في هذه سو كوميسيون، في هذه لجان صغيره اللي كتكلف مناطق خاصه ديال العالم الى اخره. تلاقيت مع السيد شاكا مالك سميتو، مازال سميتو راس خليفه الدين ديالي، اللي هو كان في البرلمان الامريكي، دابا هذا امريكاني، دابا هذا خدام مع البرلمان الامريكي. هذا السيد هذا كان هو اللي بغيتي تقول هو اللي كيخدم على اللجنه، هو اللي كيقوم بالعمل التهيئي ديال لجنات افريقيه في البرلمان الامريكي. تلاقيت معاه قال لي فينكم المغاربه؟ قلت له كيفاش فينا المغاربه؟ قال لي راه كنبغيو كنديروا حصص مع الممثلين الامريكيين البرلمانيين الامريكيين، وكنجيبوا لهم الناس ديال البوليزاريو، وكنبغيو نجيبوا الناس المغرب يهضروا معاهم. كيقول لي ما كانت المغاربه عمرهم كيبغيو يجيو. وصلت به الدرجه قال لي شتي دابا انت الا بقيتي هنا نقدر نعرض عليك تجي تهضر معاهم، لانه هو كوكل حق ما كنلقاو حتى واحد. واش فهمتي؟ اش وقع في هذاك الصفر يا سيدي؟ مشيت انا طلبت نتلاقى مع واحد الدبلوماسي امريكي، دابا راه حتى هو الله يرحمه ما كانش عندي الحق نقول سميتو، دابا غادي نقول سميتو لان داز الوقت. هو رون شليكر انا ذاك كان خدام في وزاره الخارجيه الامريكيه في ستيت ديبارتمنت، كان هو اللي كيترأس المكتب ديال شمال افريقيا. قلت لك اسيدي، قلت لك هذاك رون شليكر جلست معاه
وطرحت عليه واحد السؤال اللي هو مبني على واحد الفكره بسيطه جدا، هو انه الاستفتاء الاستفتاء هو طريقه غبيه لحل المشكل. علاش غبيه؟ لانه الاستفتاء شنو هما النتائج اللي تقدر تكون في الاستفتاء؟ اما صحراء مغربيه اما صحراء ماشي مغربيه، ياك؟ هادشي اللي كنا كنقولوا. الاستفتاء اما غادي يقروا ان البوليزاريو عنده الحق والشعب الصحراوي الى اخره، وديك الساعات غادي تولي دوله مستقله، واما غادي تقول هاد الصحراء هذه راه ديال المغرب. بمعنى اخر ان الطرفين اللي كاينين في هذا المشكل هذا، الدوله المغربيه والبوليزاريو، واحد فيهم غادي يخسر 100% والاخر غادي يربح 100%. متفق معايا؟ ياك هذا هو الاستفتاء. هادشي كان فاش كان في الوقيته اللي الاستفتاء كان مطروح، من بعدها المغرب قال انه الاستفتاء فوقاش ما بقاش. واش تتذكر فوقاش ما بقاش الاستفتاء؟ فانت دابا غتجاوب، دابا غتكمل لي كلامي. عرفتي فوقاش ما بقاش القضيه الاستفتاء؟ 3 شهور من بعد ما منعوا الجريده اللي فيها الاستجواب ديال محمد عبد العزيز، اللي سؤال واحد بان، انما كان استجواب سينجيم. فهمتي؟ سينجيم ما كانش استجواب كيسيون ريبونس سينجيم، كان نص ومدخل فيه ان ديكلاراسيون مدخل فيه تصريح ديال محمد عبد العزيز. وذاك التصريح شنو هو؟ سولتو على الحل الثالث، سولتو على كنت بغيت نطرح عليه سؤال واحد، ما غاديش نسولو واش نتوما عندكم الحق ولا ماشي عندكم الحق. ماشي هذا هو الهدف، لان الجواب معروف. واش فهمتي؟ المغاربه ولا العالم ما محتاجنيش انا نقول لهم راه محمد عبد العزيز كيقول راه الصحراء ماشي مغربيه. هادشي راه كلشي عارفو. ولكن اللي كنت باغي انا نعرف وبغيت الناس يعرفوا هو ما هو موقف البوليزاريو بما يسمى بالحل الثالث، اللي هو ماذا؟ اللي هو الحكم الذاتي، اللي هو سميتو. علاش مين جاتني هذه القضيه ديال الحكم الذاتي؟ من خرجت لي من راسي؟ لانه ملي كنت جالس مع هذاك رونشليكر قلت له دابا نتوما، قلت له دابا غاديين في هذا الشيء ديال الاستفتاء، ولكن الاستفتاء راه ما غادي دير والو، لانه الطريقه باش كتصرف مع الامم المتحده هي الطريقه اللي قانونيا تجعل ان الامم المتحده ما يمكنش تفرض الحل. لانه سي لو شابيتر سميتو الشابيتر 6 على الشابيتر 7، لان كاين ملي كتكون واحد القضيه تعالج من طرف في هذا الشابيتر 7 تتكون فيها ديك الساعه الامم المتحده تتكون تقدر تستعمل القرار الجزري. واش فهمتي؟ اما في الشابيتر 6 لا. الشابيتر 6 الا كان شي مشكل في الاطار ديال الشابيتر 6، الا ما تفاهموش الاطراف ما كاين ما يدار، والقضيه تصحى في الشابيتر 6. قلت له دونك في واحد فلات كيقولوا في لا تيوري دو جو، هاد اللعبه هذه ما عمرها تقدر تكمل، لانه الا كنت انا المغرب وكيبان لي انا هادشي الاستفتاء ما مخرجنيش، اش غادي ندير؟ غادي نقلب الطبله ونمشي بحالي ونبينا عليه السلام. ولا البوليزاريو شاف انه هادشي ما مخرجوش، انه غادي يخسر الاستفتاء، نفس الشيء غادي يقلب الطبله ونوض بحالو ويقول لك اسيدي نرجعوا للحرب ولا هذه. سولته قلت له واش هاد القضيه هذه ما زعما نتوما في الاحتمالات ديالكم ما خايفينش من هاد النتيجه؟ قال لي شوف اسيدي، قال لي حنا في الاحتمالات ديالنا ما كاين حتى شي احتمال اللي فيه الصحراء ما غتكونش مغربيه. قلت له ولكن نتوما تدعموا الامم المتحده. الامم المتحده اش تقول استفتاء. دونك دابا كتناقضوا مع نفسكم. ما يمكنش تقول لي انا تندعم الامم المتحده كتقول غادي ننظم استفتاء، وفي نفس الوقت تقول لي انا راه بعدا واحد القضيه 100% انا كدوله امريكيه ما عمرني غادي نقبل ان الصحراء ما تكونش مغربيه. قال لي واش دابا عندنا مشكل. قلت له كي غنديروا؟ قال لي خاصكم تعاونونا نعاونوكم. You need to help us help you. هادشي مع المسؤول الامريكي، هادشي مع رون شليكر. دابا انا كنعاود لك كلمه بكلمه اللقاء ديالي معاه. هادشي كنهضر معاك اكتوبر 99. قلت له شنو هي ما معنى تعاوننا نعاونكم؟ بقى ساكت كيشوف فيا. قلت له ياك ما الحل الثالث اللي نهضر كانت كدور ديك الساعات. قال لي مثلا السؤال اللي بقيت انا تنتسائل علاش هاد السيده تهضر معايا كاع، علاش كبرها فيا وجلس معايا وعاود لي هاد الهضره هادي. فالاحتمال الوحيد اللي جيت به هو انه القنوات الاتصال كانت مشدوده، كان خصو يفرقع جد اللاحه شويه، كان خصو يسميتو هذا. ملي هو قال لي داك الهضره انا رجعت. انا ما نخبيش عليك انا داك الوقت ما كنتش صراحه ما كنتش قريت بزاف على قضيه الصحراء، فما كانش عندي درايه بالتاريخ ديال النزاع الى اخره. ملي رجعت مشيت كنتصفح، مشيت كنقرا. اش تلقى اللي كلشي عارف الصراحه، هو انه الحسن الثاني فين ما كان كيدير شي خرجه قويه على الجهويه تتكون شي علاقه مع البوليزاريو. دار واش خطرات واحد الخطره قال انا عطوني غير الدرابو التمبر كان لقاء مع البوليزاريو في هذاك الوقت. واحد الخطره عطى استجواب تيهضر على الالمان وكيقول على ان الاعجاب ديالو بليلاندير.
راه كندير واحد السجواب تبارك في المانيا. الحسن الثاني كندير واحد السجواب كيقول الاعجاب ديالو على النظام اللي هو شي فيدرالي ديال هذا ديال لوندير ديال الالمان هذيك الفتره. وكان اعتقد كاع ملي عطى هذاك الاستجواب شكون اللي تلاقى مع البوليزاريو؟ ولي العهد في مراكش. واش في 96 ولا شي حاجه؟ ما بقيتش عاقل بالتاريخ بالضبط. دونك انا تما يدير الطن في راسي. تما فين جات عندي الفكره انه الحسن الثاني ما عمر كان الهدف ديالو حقا انه يدير سميتو الاستفتاء. لانه حتى ملي كتجي كتشوف فوقاش قبل الاستفتاء، قبله في 82. وملي كترجع للفتره التاريخيه فاش قبل فيه الاستفتاء، هي واحد الفتره تاريخيه اللي كان المغرب كان عنده مشاكل اقتصاديه خطيره جدا. باقي تعقل 81 الاحداث ديال التربيضه ديال يونيو 81 كانت عنده، وكانت الحرب نايضه مع البوليزاريو. فكان عنده مشكل، المغرب كان عنده مشكل حقيقي عسكري. والناس العسكري اللي هضرتي معاهم اللي كانوا في ذاك الفتره يقول لك اش كان واقع للمغرب عسكريا في ذاك الوقت. واش فهمتي؟ دونك لعبها قال غادي نعطي لراسي شويه ديال الاكسجين لان خصني نحبس هذه المساله هذه ومن بعد نشوفوا. ولكن من بعد كنعتقد انه الفكره الرئيسيه ديالو هو كان غادي يحل المشكل الصحراء في اطار الجهويه. واش فهمتي؟ اللي كانت غادي توصل لواحد لوطون. انا هذا هو الاعتقاد ديالي. واكثر من هذا غادي نزيد اكثر من هذه باش نزيد نفسر لك علاش انا هذا هو اعتقادي. لانه ملي مشيت هضرت انا مع ذاك رونشليكو ورجعت للمغرب، اتصلت ما بغيتش نقول السمايه ديال الناس، ولكن مع واحد الشخص اللي كان في لو جي 14. لو جي 14 هو واحد المجموعه ديال الناس، كان واحد المجموعه كونها الحسن الثاني. واش غنقول لك في 96 97 كنعتقد في 96 97 ديال الخبراء سوا ديزون لي الناس تقات من بعد القضيه فيها السياسه وهذه. ولكن الهدف الاولي كان هو يجمع الخبراء اللي غادي يعاونوه يحل المشاكل الكبرى ديال البلاد في ان تينك تانك ديالو. وكان ومن بعد تبين انه كانت هذه الطريقه ديالو انه يربي ولده على التدبير ديال شؤون الدوله. لان كانوا كيجلسوا غير بيناتهم وكيجي ولي العهد كيجلس وكيتصنت لهم شتي كيفاش. نعم كمل لي غير هو نديرها باختصار لانه باش نرجعوا الحوار. انا باش نكمل هذه القضيه. في هذيك الجي 14 كسميتو لو جي 14 لو جروب ديكال جي على جروب مجموعه 14. هذيك مجموعه 14 خدمهم على واحد المشروع. عرفتي شنو هذا المشروع؟ المشروع هو مغرب فيدرالي. وانا السيد اللي قالها لي كان معاهم، ما غاديش نقول لك سميتو ولكن كان مع كان واحد من دوك 14. واش فهمتي؟ قال لي خدمنا، قال لنا عطيوني واحد المشروع ديال المغرب. ديك الساعات كان فيه 16 جهه، ديال 16 جهه وكل جهه عندها البرلمان ديالها وعندها وزير الاول ديالها. هادشي كنهضر معاك 96 97. دونك انا ملي جمعت هادشي كله مع راسي قلت دونك طوطا غادي نمشيو للقضيه ديال الحكم الذاتي. واش فهمتي؟ دونك انا شنو هو كان الهدف ديالي؟ كان الهدف ديالي نسول سؤال واحد لمحمد عبد العزيز، هو واش متفق ولا ما متفقش مع الحكم الذاتي. هادشي علاش مشيت. واش وقع علينا منعونا ونض الساري حتى هو الله يرحمه برحمه الله كان ديك الساعات وزير الاتصال. شنو هو اش خرج كيقول الصحافه، كيقول لهم ما كاين لا حل اول لا ثاني لا ثالث، كاين حل واحد ديال الصحراء المغربيه. واذا به دازت في يوليوز ديال هذاك العام ديال 2000. دونك حنا تمنعنا في افريل 2000. يوليوز 2000 المغرب يعلن رسميا انه مع الحل الثالث وانه مع الحل الثالث لا يتناقض مع مغربيه الصحراء. يعني غير هو ربما المهم. ولكن انا علاش درت داكشي لانه الحوار درتي يعني حوار باش نفهم. انا خليني نسولك السؤال مهني. انت درتي الحوار باش تاخذ منه ربما خبر، ربما لو انه عزيز مراكشي صرح لك انه نحن مع الحل الثالث كان غيكون سبق صحفي انه ورا السياسي عزام راه هادشي اللي وقع. نعم هادشي اللي وقع لانه كان الهدف مهني بحت لاجل سبق صحفي. اولا نشوف واحد القضيه. اولا انا وريني دار الشيطان غادي نمشي ندير معاه استجواب، ماشي محمد عبد العزيز. واش فهمتي؟ انا وريني دار الشيطان فين كاين غادي نمشي نجلس معاه وندير معاه استجواب. هذا هو الصحفي. السؤال هو المتانه ديال الاستجواب. اش هي الاسئله اللي تتسول، ماشي واش تتهضر ولا ما تتهضرش. الا مشيتي باش تهلا فيه وباش تخليه يقول اللي بغا هذاك ما بقاش ديك الساعات نتفق معاك. ولكن الا مشيتي باش تزيرو باش تطرح الاسئله اللي الناس كيطرحوا غادي نطرحهم. ثانيا يا اخي محمد عبد العزيز كيهضر مع الصحافه الدوليه. المغاربه ديك الساعات راه كاين انترنت، كاين الفضائيات، كاين هادشي تيشوفوه. علاش صحفي مغربي ما يهضرش معاه؟ علاش نقبلوا انه العالم كله يقدر يدوي هذا؟ علاش صحفي مغربي اللي بالمرجعيه المغربيه ديالو بالمرجعيه الثقافيه ديالو والسياسيه ديالو هذا ما يطرحش عليه اسئله؟ ثالثا اش جاوبني ملي قلت له واش بغيتي الحل الثالث؟ انا سولته اول سؤال قال لي الجواب ديالو قال لي شوف اسيدي دابا راه حنا كاين هادشي ديال الامم المتحده، خلينا نشوفوا هادشي فين غيدينا ويحن الله. ماشي بحال اليوم ابراهيم غادي كيقول لك نوض بحال العيون. دابا البوليزار واش كيقول لك دابا؟
لا سيدي ما كاينش الحكم الذاتي، كاين تقرير المصير. ما ماشي هادشي اللي قال لي محمد عبد العزيز، اكثر من هذا. نعطيك الاخبار الحقيقيه، وهادشي راه تكتب في الملف اللي تمنع، هادشي مكتوب فيه. ملي سال استجواب انا نط باش نمشي، هو يشدني المستشار الدبلوماسي ديالو، شدني من يدي وجرني وقال لي شوف السي الجامعي، شتي هادشي ديالك ديال الحل الثالث وديال هذا، اذا كان كيحفظ الماء وجهكم وماء وجهنا اسيدي حنا معاه بغيناه. هادشي تكتب. وفعلا انا ذاك البوليزاريو ارتابو، عرفتي علاش ارتابو البوليزاريو؟ ارتابو هادشي راه مرتبط بهادشي ديال لو جورنال. ارتابو البوليزاريو هادشي كنهضر معاك فوقاش وقع في افريل 2000. هذا الاستجواب دار في افريل 2000. اشنو هي كانت الصوره ديال المغرب دوليا في افريل 2000؟ كانت ايجابيه جدا، لان كنا واخا حنا وقعوا لنا مشاكل ديك الساعه كنا مازال ما تمنعناش، يلاه غادي نتمنعوا لاول مره. كانت الصوره ديال المغرب كانت ولات جميله جدا، لانه اولا شافوا الناس، العالم شاف انه الحسن الثاني مات وما تقلباتش الدنيا. الناس كينساو هادشي، راه ملي الحسن الثاني مات عيبط لنا كانوا مخلوعين، كانوا كيقولوا صافي المغرب غتشعل فيه العافيه، انه هادشي ما وقع شيء، بمعنى انه مؤسساتيا ماشي جزيره القوى، انه كاين مجتمع وكاين دوله وكاين مؤسسات الى اخره. ثانيا هذاك الملك الجديد اللي جا اتخذ شي مواقف اللي هي حميده جدا، منها جرى على البصري، منها رجع السرفاتي، منها طلق سراح ديال عبد السلام ياسين الى اخره. فهذه هي كانت الصوره. شنو اوقف الاقامه الجبريه ماشي يعني خرجوا من الاقامه الجبريه. علاش كنقول لك هذه الهضره هذه؟ لانه البوليزاريو كانوا خايفين المغرب، الدوله المغربيه والحكم المغربي يهرب ليهم بصحراوه ديال الصحراء المغربيه اللي مناهضين لمغربيه الصحراء. واش فهمتي؟ ونذكرك السي عزام ملي وقعوا البصري علاش جرى عليه الملك، انا كنعتقد ماشي هو السبب الحقيقي، ولكن هو السبب اللي تعطى، هو انه تم تعنيف المتظاهرين الصحراويين في شتنبر 99. هذا هو السبب الا بقيت عقل. راه في شتنبر كاين سبب اخرى، بين انه مشى كيتكلم باسم المغرب، كان لقاء مع اتصالات مع الجزائر كذلك، ما كان، ولكن زياره الصحراء. السبب اللي تعطى الصحافه الدوليه ولا هذا هو انه هذا السيد هذا العمل ديالو والتصرف ديالو ما منطبق شيء مع الحكم الجديد ومع التصور الجديد الى اخره. والدليل على ذلك هادشي اللي دار مع صحراوي. واضح في هذه النقطه هذه. غير هو من بعد ما تم المنع ديالكم رجعتوا كتشتغلوا بشكل عادي بعد هذا المنع هذا يعني؟ اللي وقع انا نقول لك حتى هو راه مشى الله يرحمه. من وهذه كانت فكره ديال فضيل العراقي. ملي تمنعت الجريده عيط لي فضيل قال لي شوف، قال لي الله يخليك هذاك الملف اللي خرجته اللي تمنع، دير لي دي دوسي، دير ملفات، دير لي شي، ما بقيتش عاقل شحال، يمكن شي 20 ملف ولا 50 ملف ولا هذا، ودير فيه المحتوى ديال الملف اللي تمنع، لانهم حبسوا الجريده حجزوها في المطار لان كنا كنطبعوا برا. وكانت الفكره ديالو اللي هي كانت فكره نيره، قال لي على الاقل الناس النخبه المغربيه، وهو كان الهدف ديالو داكشي اللي درنا، ان نعطيو رؤساء الاحزاب والمثقفين الكبار باش يقراو يعرفوا واش كاين في ذاك الملف، لانه واش بداو كيقول لهم هادو استجوبوا محمد عزيز وهادشي غير مقبول. الناس ما عارفينش كاين في استجواب، ما عارفينش كاين في الملف. دونك حنا مشينا درنا شدينا هذاك الملف ووزعناه على رؤساء الاحزاب وعلى السياسيين الى اخره. ومن الناس اللي مشينا عندهم اللي كان مهم بالنسبه لنا انه ينخرط معنا في الموقف ديالنا هو الله يرحمه برحمه الله، هو بن سعيد شتوكي، هو سي بن سعيد من سعيد ايتيدر سي بن سعيد ايتيدر. مشينا شفناه وجلست معاه باقي نعقل في دارو في درب غلف. مشيت لعنده قرا الملف قال لي اودي هادشي اللي قلتو راه عندكم الحق وهادشي هذا، وخرج بتصريح تيدعمنا وتيسميت. والناس شافوا حتى الاخرين اللي ما كانوش في جهتنا ملي قراو داكشي قالوا زعما هادو ماشي خيانه هذه. واش فهمتي؟ ملي شافوا المحتوى ديال هذا ودرنا عمليه. دونك الا بغيتي تقول واللي هما ما كانوش كيترقبوا في الدوله، هي الصحافه الدوليه ناضت. واش فهمتي؟ علاش وهذه كانت نوع من لانه السؤال من الاسئله اللي تقدر تطرح بالنسبه للصيرو ديال الجورنال هي تقول لي فسر لي السي الجامعي، انتوما دابا خارجين بهذه المواقف اللي هي كتمشيتوا للطابوات هذا وبقيتوا يا اخي على قيد الحياه كمؤسسه 10 سنين. هذا السؤال 16 عام انا جراو عليهم بعد 10 سنين. انا خرجت من المغرب في 2007 ولكن الجريده بقات حتى ل 2010. نعم. كيفاش هذه المفارقه؟ كيفاش؟ علاش؟ الجواب ديالي على هذه المساله هذه هو انه لو جورنال نجح في واحد المساله، نجح انه كان يعتبر من رموز التغيير في المغرب. وباش تقبل هذا الطرح هذا ماشي لازم انك تتفق مع الجورنال،
واش فهمتي بغيت نقول لك؟ ماشي لازم انك تتفق مع المواقف ديال الجورنال، ولكن كنعتقد الانسان اللي كان نزيه فكريا يقدر يقول ملي هاد الناس هذوك ياخذوا هاد المواقف ومازالين موجودين وما ممنوعينش، واخا يضطهدون مازالين موجودين، معناه انه راه المغرب فيه شويه ديال التغيير، لان هادشي ما كانش في البلدان الاخرى، هادشي ما كان لا في تونس لا في الجزائر. واش فهمتي بغيت نقول لك؟ دونك كنا ولات عندنا حنا، ولينا حنا بحال اللي بغيتي تقول ماشي بوحدنا، ولكن ولينا بحال من المعيار ديال واش المغرب ينفتح او لا ينفتح. فلما يتم الاضطهاد ديال الجورنال كتبان، وهذا الشيء هما تما في بداو كيضربوا الحساب وخلاونا في القضيه ديال محمد عبد العزيز، خلاونا نرجعوا، لان ديك الساعات القضيه هذا واكثر من هذا دزت في التلفزيون، دزت في دوزام مور هذه العمليه هذه، لانه ما عرفت شي واش بغيتي ندخل فيه، ولا لان جاب لي الله بحال طولت عليك لا ماشي بغيتك تدخل فيه، لانه كان فقط سؤال وما شاء الله، لانه انت يعني مهتم بهذا الموضوع هذا اعطينا فيه، ولكن ماشي مشكل، لانه انا خايف نطول عليك، انا عندي مشكله السي بوكر. لا ما جاش يعني معاك. لا ملي ننهيو هذا المحور هذا ديال هذا الحوار وما اثاره، ولكن كاينه واحد النقطه نمشي معك تقريبا للنهايه ديال الاسئله ديالي، من بعدها نشوفوا الا بغيتي تضيف شي حاجه تضيفها. كما قلتي استمرت حتى 2010 كانت النهايه الحتميه ديال الجورنال، ولكن قبل النهايه الحتميه وقعت مشاكل كثيره، خصوصا القضيه ديال المشاكل الماديه والعجز عن اداء الاجور ديال العاملين، والقضيه ديال الضمان الاجتماعي. وهنا نجي معك النقطه ديال الامير هشام كان كلام كثير انه الجريده كانت مقربه منه، لدرجه انه عمر بروكسي اللي كان معكم كان استقل، وكان قال في حوار صحفي انه كان هناك نوع من الدفاع عن، هو لم يقل انه يمول او شيء، ولكن كان يقول كان هناك نوع من الدفاع عن الامير هشام، والجريده دخلت في واحد النقاش ما خاصش تدخل فيه، انها تكون مع ضد الطرف. فقضيه العلاقه اللي كانت بين، يعني العلاقه المفترضه بينكم وبين الامير هشام، وشنو القصه ديال محاوله الامير هشام شراء الجورنال؟ اولا انا هذا السؤال اللي طرحتي عليه خصك تطرحه على عمر بروكسي، لان عمر بروكسي انا واجهته في هذه القضيه وكحلف لي انه ما قالش لك الهضره، وانه الاخر افترى عليه. واش فهمتي؟ وانا عمر ما قال لك كذب عليه هذاك السيد ديال المساء اللي دابا سميتو كتب شي ليه سميتو، المهم لا ما تذكروا اسمه، يعني كيقول سميتو ما عندوش جريده شات لي نين له لم يكن صحيحا. كيقول لك ماشي هذا، ولو انه ديك الساعات ما كذبش، لان انا عمر مازال مقلق عليه في هذه المساله هذه، ما عمرني نسمح ليه في هذيك القضيه، كان كلام كبير هذا بيسو غنسمح ليه، ماشي هذا، ولكن بقى فيه الحال بزاف، لانه ديالنا خونا واش منين مشى قال داك الهضره الناس تقوا به وما كذبش، لان هذاك السيد الى خرج داك الشيء دونك خاصك تكذبوا، تقول انا راه ماشي انا سميتو، لان اش دار هذاك السنين الحقيقه واش بيان سور خرج تصورتي انا وتصورت مولاي هشام وتصورت ديال هذا وقال لك هذا سميتو، وما غاديش ندخل في التفاصيل، ولكن عمر ما كانش عاجبو الحال، لانه رجع ديك الساعه انا القياده بصفه غير رسميه ديال الجريده، وكان هو كان تعين رئيس التحرير، وما عجبوش التدخل ديالي في التدبير ديال رئاسه التحرير. هذا الشيء اللي وقع، وغضب ومشى بحاله. واش فهمتي؟ لان ما كنت متفق بعض شي حوايج كان كيديرهم، ما اتفقنا شيء وما رضاش انني نقول شي حوايج، وما نقول لك واحد القضيه يمكن ما كنقولش انا عندي الحق وما عنديش الحق، المهم غير المساله كان فيها غيره، خلاف مهني. كان خلاف مهني، والله يهديه مشى وقال ذاك الكلام وضرنا بزاف. واش فهمتي؟ شوف عزيزي، اولا قبل ما نهضر على مولاي هشام تكلمتي قلتي الناس ما كانوش كيتخلصوا الاجور ديالهم، جيب لي الناس اللي ما تخلصوش، نقول لك عرفتي فوقاش وقع سميتو، انا نقول لك فوقاش وقعت مساله. تمنعنا واش غير الله يرحم باباك الا ما صغير معايا في هذه القضيه هذه، تمنعنا في دوجنبر، اوائل دوجنبر 2000 ياك، ما معنى تمنعتي ما عندك حتى شي مدخول كمؤسسه، ما عندك والو، وحنا ديك الساعه ما كناش الاثرياء، راه ماشي كانوا الخزان ديال لو جورنال عامر مقبل بالدراهم، راه ما كنا داكشي راه كل شهر كيجيب رزقه. واش فهمتي؟ تصور انه بقينا ممنوعين حتى ما خرجت الجريده في الحله الجديده ديالها، ولا سميتها لو جورنال بالضمان حتى في اواخر يناير، شهرين ما عندك والو، وعندك واحد الطاقم قدو قداش، لان ديك الساعات كان المسائل كنا كبرنا الطاقم الى اخره. درنا جمعنا الطاقم، قلنا له غادي نسميتو غادي نقسم من الاجور لمده ما بقيتش عاقل شحال واش هذا، وغادي نخلفوهم من بعد. سير اخويا سولهم دابا قول لهم واش وقع،
كل شيء كاع كل واحد تخلف ليه داكشي اللي خدا. كنت انا اخر واحد كيتخلص في الجورنال، شي ملي كدوز لابي اخر واحد كيتخلص هو عبد ربي. والدليل على ذلك شوف سي عزام، انا ما كنستقوى شيء بالفقر، لان انا ما عنديش داك الهوس ديال باش تكون انسان نزيه خاص تكون فقير. انا ما كنامنش بهذه المساله هذه، واش فهمتي؟ دونك ما تاخذ زعما الناس اللي كتصنتونا ما ياخذوهاش من هذه القضيه. ولكن يا خويا هذه حقيقه اسيدي، ملي حنا الا كنا حنا فينا هاد الشيطين ديال الفلوس وهذه كيفاش يعقل انه خرجنا بيد قدام يد اللور؟ شحال من صحفي، شحال من مدير جريده اللي عنده المسار اللي عندنا حنا من الناحيه التكوينيه ومن الناحيه الاجتماعيه الى اخره، اللي وصل 40 عام ما عندوش فرنك، عنده غير ديون. وماشي ما عندوش فرنك، ماشي عنده دار وعنده هذا وكيتسلف على هذا، ما عندوش. قول لي شحال من واحد كاين؟ راه كلهم هذوك بخصوص اللي كراو حنكم، سير قلب شوف شحال ديال الاراضي عندهم، وسير شوف شحال الطوموبيلات عندهم، وسير شوف ديال سميت. دونك الا كان انا الدماغ ديالي مبني على انني خصني نخون عباد الله وما نخلصش هذه ما كاينش. صراحه يعني لا يوجد اي اتهام لك في هذه النقطه هذه، بالعكس يعني الجمله الماليه يعني مشهود لك فيها، ولكن كانت الجريده تعاني من مشاكل ماديه. يعني يا اخي واش كاين شي جريده، حنا ما غاديش نقول لك الجرائد الاخرى ما كانتش كتعاني، ولكن واش كان شي جريده اللي كانت في المحك اكثر من لو جورنال اللي كان دوما كان معنا علي المرابط الى اخره؟ ولكن داكشي داروا لي جورنال راه قليل اللي في ذاك الوقت، في ذاك دابا راه كيديروا كفس من داكشي اللي داروا لينا دابا هادشي اللي وقع دابا راه او اسوء من ما كان يقع معنا حنا. دونك ما بغيتش نبان انه لان انا ما داروش لي داكشي اللي داروا عمر راضي واللي داروا سليمان الريسوني. نعم، ولكن انا غير السؤال ديالي يعني هذه المصاعب الماديه اللي كانت عندكم، لانه كان كاين هذا الملف ديال الضمان الشاهي الاجتماعي، خلينا نهضروا عليه واخا دابا نتكلم شنو هي قضيه هشام الامير هشام، كيفاش تدخل هذه ديال الامير هشام حاول شراء اللجوء. انا قضيه ديال الامير هشام ملي الجريده ولات عندها هذاك الصدى اتصل، هو اللي اتصل، انا قلبت عليه. والامير هشام كانت عنده قرابه مع الوالد، واش فهمتي؟ ماشي غير بوحده، الوالد ما كانش عنده قرابه غير مع الامير هشام، راه كانوا اعضاء ديال العائله الملكيه اللي كانوا كيعزيز عليهم الوالد وكيمشيو يشوفوا. ما غاديش ندخل في التفاصيل، واش فهمتي؟ وهذا الله يرحمه، ما بغيتش نهضر في بلاصه الوالد الله يرحمه. هذاك الشيء علاش ملي توفى الله يرحمه دار الملك صيفط داك الرساله للعائله وداك الشيء، لانه كانوا كيحترموه، لان كانوا كيعرفوه شخصيا شكون هو بالمواقف ديالو، لان الوالد ما عمره سمع في المواقف ديالو، رغم انه كان عنده واحد الود لبعض الاعضاء ديال العائله الملكيه. كان في المسائل المؤسساتيه ما كانش كيتراحم، ما كانش كيتزاقل، واش فهمتي؟ باش نكونوا واضحين. فانا هشام ما كنتش كنعرفه، انا هشام ما كانش عندي معاه ملي هو اللي جا قلب علينا، واش فهمتي؟ وكنا انا بالنسبه لي الامير هشام كان، شوف يا اخي، ملي كتكون في الميدان ديال الصحافه وكتكون عندك تواصل مع هاد الاشخاص اللي كيكون فيه واحد الربح ديال عندهم الاخبار، عنده تكوين، سيد قاري في الولايات المتحده وقاري هذا وخدم في الامم المتحده وهذا، فما غاديش نقول لك انه ما عندي حتى شي غرض انني نتلاقى معه، فعلا عندي غرض، ولكن عندي غرض صحفي، غرض فكري، وواحد الوقيته اكثر من داكشي كان حقيقه ود. ما هذه الصراحه زعما كانت قرابه وديه اللي فايته المجال الاجتماعي، بحيث انه ملي كنت انا في الولايات المتحده عرضت عليه، جا دار ندوه عندي عندنا، ماشي عندي انا، ما عندي والو، عند الجامعه اللي كنت فيها، اللي كنت كنقري فيها، عرضت عليه، هو عرض عليا ستانفورد، مشيت درت ندوه في ستانفورد، العائلات ديالنا كانوا تلاقاو الى اخره. ولكن غادي نقول لك واحد القضيه السي عزام، ما عمرني خديت عنده درهم، ما عمرني خديت من عنده درهم. اش وقع ملي بن عيسى دعاني انا باش كتعرف ان بن عيسى دعاني، وكتعرف انه في 2001 2002 تحكم عليه ب3 سنين، 3 شهور حبس النافذه. لا علاش قلت لك 3؟ لانه 2 مليون درهم، 2 مليون درهم، 2 مليون اوكي، 2 مليون درهم، 3 شهور ديال حبس النافذه و 2 مليون ديال موقوفات التنفيذ ولا نافذه؟ شنو هي؟ لا في الاول نافذه، كانت نافذه. نعم كانت نافذه، لانه في هذه المسائل هذه ملي كتمشي ملي كتستانف ما كيطبقش الحكم، ولو نافذه ما كيطبقش حتى كيدوز الاستئناف، عاد ديك الساعه كيطبق، الا بقات نافذه تطبقوه. دونك ما مشيتش للحبس، واش فهمتي؟ ما شدونيش لانه استانفت. ملي جا الاستئناف ولات موقوفه التنفيذ، في الاستئناف ولات موقوفه التنفيذ، ولات هذا، وداك 2 مليون ديال الدرهم هبطوا ل 500,000 درهم، ولات 50 مليون سنتيم. داكور، هذيك 50 مليون سنتيم ما عمرنا خلصناها، بقى داكشي كيتراكم. ناض السي بن عيسى مشى عند
مشى عند المحكمه وقال لهم هاد الناس هادو ما كيخلصوا، لانه كتعرف هاد المسائل هادي شكون اللي كيخلص؟ ماشي الشركه، كيخلص مدير النشر والصحفي اللي تحاكم. واش فهمتي؟ ماشي الشركه اللي كيحكموا عليها، ما كيحكموش على الشركه في هذه القضايا هذه، راه الاشخاص هما اللي كيتحكم عليهم في القضيه ديال الصدق القذف. دونك واش داروا باش يدوزوا الشركه؟ اش داروا؟ مشاو عند واحد القاضي ويقول لهم هذاك القاضي قال لهم بون غادي نصيفط واحد الامر ديال الحجز على سميتو على الصريغ ديال سميتو ديال يا ربي سيدي كنمشي ليها العربيه ديالي على ترجموا لا الصاليغ على الاجره ديال على الاجره ديالي الاجره ديال طلبوا سميتو الحجز ديال الاجره ديالي. الا حيدتيني الاجره ديالي ما عندي من ناكل. واش فهمتي؟ ما عنديش انا عايش من الاجره ديالي، تحيدتي الاجره ديالي اش غندير؟ اش غنوكل ولادي؟ باش غنخلص كرايه؟ باش كي غادي ندير؟ ما عندي ما ندير. دونك بمعنى اخر ان ميديا تروست اللي كانت هي الشركه انذاك اللي كانت وراء لو جورنال ما نفذتش الحكم، ناضت القضيه ويحكم على ميديا تروست باش تخلص اللي ديك الساعات ما بقاتش 50 مليون ولا 80 مليون ولا 800 الف درهم. وصل للحد اسيدي انهم جاوا وحجزوا ميديا تروست. ملي كنقول لك حجزوا، تصور ان الصحفيين حنا واقفين في الجريده وجاو البوليس وجاو معاهم الاعوان وباعوا بالمزاد العلني، باعوا الاورديناتور والشلايه والطوابل وداك الشيء. هادشي وقع لينا، هادشي عشناه. شكون السنه اللي وقع فاش تمت هادشي؟ 2004 2000 واش بن عيسى هذا الدرجه يعني باغي ينفذ الحكم وش والله انه كان مدفوع عن امور اخرى؟ هادشي شوف، هذا حقد جاي من الفوق. انا عندي قناعه هذا هو كان اداه وصافي، وجاتو من جنته والناس. لان هو انا اذا جيتي عليا اذا سولتيني انا، هو ما خصو صداع بن عيسى، ما خصو ماشي، ولكن قالوا ليه سير طحن، لانه ما حقدوا علينا واحد الحق. داكشي خطير. فربما هنا في هذه النقطه هذه حاول مولاي هشام انه لا ماشي حاول، جا لعنا قال لنا تخي بيان انا غادي نتوما دابا كنا على وشك الافلاس، كنا غادي نهبطوا الريدو. جا اتصل بنا مولاي هشام قال لك اسيدي انا غادي نعاونكم. قلنا ليه كاين وسيله وحده باش تعاوننا. قال لنا شنو هي؟ قلنا له غتشري الجريده داكو. وهذا كان الشرط ديالي دايوغ، راه حتى فضيل راه هضر على المساله هذه، ومشينا تلاقينا معاه في جنيف، مشينا عند المحامي ديالو في جنيف وجلسنا وتناقشنا داولنا. دونك اش كانت الشروط ديالنا حنا؟ كان الشروط ديالنا هو اولا غادي تشري الجريده، ثانيا غادي نعلنوا عليها في ندوه صحفيه، غادي نقولوا فلان شرا لو جورنال داكو، ثالثا ما غتجري على حتى واحد، رابعا غتخلص المستحقات كلها ديال الجريده، كل شيء داكشي كاع داكشي اللي كنا معطلين فيه ديال الضرائب وديال هذه والناس هو اللي بغى يدوي فهادشي يقدر يدوي فهادشي. زعما الا كان نزيه وبغى يدير الهضره هذه يقدر يقولها، وعلي عمار الا هدا الله يقول الحقيقه راه يقدر يقولها، وفضيل الله يرحمه راه في دار البقاء وكان المحامي ديالو هو اللي كان معاني، هو تبغى يهضر يدوي. واش فهمتي؟ قلنا ليه هضر بهاد الحوايج هاد. قال لنا بون، ما قال لنا شوف انا اللي بغيت غير نعاونكم نقدر كاع نعطيكم خنشه الفلوس وهذه. قلنا له لا ما يمكنش، غادي تشري ولا ما كاينش حل اخر اللي هو مقبول من ناحيه ماشي غير الاخلاقيه. غتشري الجريده وديك الساعات الله غالب، حاولنا ضربنا ما جابش الله التيسير. هذا السيد هذا بغى يشري الله يعاون، وانا كان سميتو كان القرار ديالي انه غيشري الجريده غدو 6 شهور الله يعاوننا ويعاونكم. انت كنت غادي نمشي بحالي، ما غاديش نبقى، ما كاينش نبقى، لان هو انا ديك الساعات تعرفت عليه مزيان. السيد عنده افكار وعنده اجنده اللي ما متفقش معها دائما. زعما فهمتي؟ ما يمكنش ماشي بحال العلاقه اللي كانت عندي مع فضيل العراقي. اولا كنت مساهم كبير، ما كنتش اكبر مساهم ولكن كنت مساهم كبير ومؤسس ديال الجريده، فالكلمه ديالي كانت وازنه مع فضيل العراقي. وفضيل العراقي كان واحد الشخص زعما خارق العاده، التعامل ديالو مع هذه المسائل هذه ما كانش كيدخل ليا في صحتي. واش فهمتي؟ ما كانش بالعكس كان كيطاكي عليا كيف تنقولوا انا نموذج المستثمر اللي من داك مشى وعطى الحمو وادى الثمن ديال داك الشيء، ماشي هو وكان كيخلي لك انت كمدير نشر الهامش ديال. لا هو شوف، هو كيعرفني، هو لا حيت هو كنت بدا دخل معايا فاتي غادي نقول له حيت كيعرفني، غادي نقول له هاك اخويا الله يعاونك، ما غاديش نضرب معاك ولكن ما غنبقاش معاك. يعني كان مؤمن باستقلاليه الخط التحليلي. هذا وكانوا بون. اولا تعرف انا شنو هي الموقف ديالي، وانه في هذه المساله هذه ما غاديش نتساوم. وثانيا كان كيحترم هذا الموقف اكثر من هذا، كان كيحترم هذا الموقف ماشي. وبالعكس لان ما هضرناش بزاف على فضل العراقي.
من بعد ما المنصوري مشى بقيتي غير انت وانت، او انه فضل العراقي جاء من بعد المنصوري مشى؟ فضل العراقي مجوج مع واحد السيده اللي من عائله الوالده. دابا انا ملي حسن المنصوري تخاصمت معاه وبغى يمشي بحاله حصلت، لان ديك الساعات الجريده يلا قالت بسم الله وما كنربحوا لا فلوس لا والو، وكنبيعوا ديك الساعات كنا كنبيعوا 2500 نسخه في الصيمانه. يلا قلنا بسم الله. واش فهمتي شكون هذا الحمق اللي غادي يجي يعطيك فلوسه في هذا الشيء وفيه الصداع؟ دونك بقيت كنفكر مع راسي، درتها قبليه. قلت شكون هذا مسخوط الوالدين هذا؟ خصني شي واحد اللي من دمي ولحمي هو اللي غادي يقول هذا بوبكر هذا غادي نمشيو معاه في حماقه. واش فهمتي؟ بقيت كنقلب، شفت في العائله عندنا واحد الفخذه في ذاك القبيله الوالده، دوك شي هضمه واحد فيهم دار لاباس. واش فهمتي؟ منهم فالسيده اللي مجوجه مع فضيل العراقي. نهار انا وعندها خوها، انا اتصلت بخو مرات فضيل لانه من العائله، زكي مومي الله يذكره بخير. اتصلت بيه قلت له زكي راه فوالا راه هذا البروجي واش كاين واش تلح معايا في هذه المساله هذه؟ قال لي شوف عزيزي انا هادشي ما كنديروش بلا ما نتشاور مع فلان، مع فضيل راه رجل اختي انا عندي الثقه فيه. قلت له ما كاين مشكل. قال لي سير تلاقى معاه. مشيت جلست مع فضيل تقنع عليك الساعات. قال لي سي صافي سيدي انا معكم، وعطى اكثر من داكشي. داك حسن المنصور يطلب واحد القدر، عطاه 30% اكثر من داك القدر. باش نقول لك شكون هو فضيل العراقي. يعني صافي ديال القوس ديال الفضيل العراقي رجعوا القضيه ديال الشراء ديال هشام الامير هشام اللي هشام انت عطيتي هذه الشروط هذه، واش هو تراجع؟ اللي وقع نقول لك اش وقع من بعد. وهذه مساله بون كاين شي حوايج اخرين كنواخذوا عليهم، هذه من المسائل اللي واخدت عليه. هو ما عطاناش راس الخيط، بقى جارنا. واش فهمتي؟ ديال ما قال لي ما قال لا، ملي حنا قلنا ليه هي الشروط ماشي تلقى، وحنا هو عارفنا حنا معذبين، لان ديك الساعات راه راك مضارب، راه الطباعه ما تخلصاتش، الورق ما تخلصوش، السينيسيس ما تخلصاتش، راك انت مضارب مع الزمان. واش فهمتي؟ دونك هو خلانا تنتجرجروا حتى داز الوقت وديك وماشي هو اللي قالها لنا. انا درت فاضي قلت له عرفتي شنو هذا الملف غادي نطويوه، خصنا نلقاو شي حل، اما غادي نشدوا هذا الفيلم هذا ونجمعوا راسنا، ولا نلقاو شي حل. وتما اش درنا ملي وقع الحجز على ميدياتروس قلنا نخليو ميدياتروس تموت، واستعملنا واحد المساله كاينه في القانون المغربي اللي كنعتقد لي القانون المغربي بوحده اللي فيه هذه المساله هذه. هو لو تيتر العنوان ديال الجريده تيملكو، ماشي الشركه اللي كتملكو، مدير النشر اللي كيملكو. واش فهمتي؟ دابا انت سي عزام الا درتي جريده في المغرب وعندك شركه وجبتي مساهمين معاك، واش فهمتي، وتخاصمتي معاهم، تقدر تهز التيتر ديالك وتمشي دير حاجه اخرى ودير شركه اخرى ما عندهم ما يديروا لك. واش فهمتي؟ استعملنا هذه المساله هذه، شدينا العنوان التيتر ديال الجورنال ودرنا شركه اخرى سميتها تخي ميديا، وبقات ميديا تخوص. وقلنا حتى من الناحيه الاخلاقيه ميديا تونس راه سيزا سميتو سيزا بن عيسى. ميديا تونس سيزا ملي كنقول لك جاو باش يديو طوابل وباش يديو هذا باش يديو راه سيزا ولي كونط ديال سيزا وكل شيء ديالها. بقينا ديك الساعات غير داك صاب بريس الموزع تيرشنا. واش فهمتي؟ بقينا تندريبليو. واش فهمتي؟ الى الناس غادي ياخذونا علاش يقدروا ياخذونا، ولكن درنا كل شيء باش نبقاو واقفين على رجلينا، باش مناصب الشغل تبقى، باش الجريده تبقى واقفه على رجليها، باش بلا ما نتبان حتى واحد فينا ما تغنى، بالعكس كنا تفكرنا. نعم. تما فين درنا تخي ميديا. وتخي ميديا شنو نقول لك واحد القضيه سي عزام باش نختم هذا الملف هذا. ملي الجريده تمنعات ونضنا حنا تنقولوا هذا قرار سياسي ماشي قرار اقتصادي، السي ان اس اس خرجوا بلاغ، وهذاك البلاغ دابا انا ما بغيتش نخلق ليه مشاكل. هو ديال سي حميد دوش اللي دابا راه والي وراه ما عرفتش داكشي ديال الدار البيضاء، راه كان هو اللي كيتراس. الناس يقراو هذاك البلاغ اش تيقول فيه حميد دوش، اش تيقول حميد دوش فيه، اش تقول سانسس فيه، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اش تيقولوا فيه. تيقولوا فيه سيدي فعلا ميديا تروست ما خلصوناش. اش فهمتي؟ ميديا تروست انا قلت لك سيزا بن عيسى. اما تخي ميديا دابا هذا الكلام ديال الصندوق ماشي ديالي انا، البلاغ اللي تنشر في الصحف تيقولوا فيه تخي ميديا عندهم مشاكل، ولكن جاو جلسوا معنا واتفقنا معاهم والمسائل غاديه بصفه عاديه. بمعنى اخر حنا ماشي ناس اللي كنفيقوا في الصباح كيفاش غادي نغشوا الضرائب، كيفاش غادي نغشوا سميتو هذا. واش فهمتي؟ ما هادشي ما كاينش، والناس كنا كنديكلاريهم. بمعنى اخر انا ما كنكذبش على عباد الله، ما كاينش شي واحد كيخدم عندي تنمشي عند الصندوق الوطني كنقول له هذا السيد راه خدام معايا بمعنى اخر على ذمتي. واش فهمتي؟ لان عباد الله شي اللي ما كيديكلاريكش كاع، حنا كنا تنديكلاريو كل شيء، ماشي دونك راني ما نخلصكش لان ما عنديش، ولكن هو مديكلاري دونك على ذمتي. دونك الحساب معايا انا، ماشي غنخلي هذاك السيد مسكين ما حتى الديكلاري ما مديكلاريش. واخر شيء السي عزام، المساله اللي بكاتنا ماشي اثرت علينا بزاف، هو ملي الجريده وقفات ودرت سميتو درت الندوه الصحفيه اللي كنعلن فيها ان صافي الجريده
الله يرحمها، الناس اللي خدامين في الجورنال داروا بلاغ ديال التضامن مع الناس مشات لهم خدمتهم، الناس الرزق ديالهم مشى من جراء الكتابات ديال عبد ربي وديال المواقف ديالنا هذا، داروا بلاغ تيقولون كلهم سناو نتضامنوا مع 2010 هذا. هادشي في 2010، هادشي في يناير 2010. وهذه المساله هذه ماشي اثرت علينا اكثر من، وداك الشيء علاش انا عندي واحد العطف على الناس اللي يخدموا في الجورنال والناس ديال الجورنال، لان صراحه هما المناضلين. وغادي نقول لك واحد القضيه هذه راه فايت اللي قلتها، ما كنهضرش على الصحفيين، الناس الصحفيين عندهم، كنهضر على السكرتيرات، كنهضر على الناس ديال الطاقم التقني، على الناس اللي هذا اللي مشات لهم خدمتهم، باتوا ما صبحوا ما عندهم مساكن لا باش يخلصوا كراهم لا باش يخلصوا ومع ذلك ضمنوا. علاش ضمنوا؟ لان تيشوفوا داكشي من الداخل، كيعرفوني، كيعرفوا عائلتي، كيعرفوا فاضل، كيشوفوا زعما راه باين لهم انه راه ماشي كنجيو باش كيفاش غادي نديروا باش نجمعوا الفلوس وباش هما يتفكروا، بالعكس. دونك هذا باش هذا الملف هذا باش زعما باش الناس يعرفوا واش كان واضح. سي بوبكر، بدينا بالبدايه ختمنا بالنهايه ديال الجورنال. واحد السؤال يعني باش نختم معاك الحوار يعني كان يعني ما حسيناش كيفاش مشى الوقت، ولكن واحد السؤال نمشي معك دابا للحاضر، هو سؤال اخر سؤال في هذا الحوار هذا. انت حاليا في اوروبا، كتدخل المغرب مره كنتي اكيد صراحتي في حوار اخر انه ما عندكش القدره انك تغامر في المغرب تجربه اخرى، لانه باش تعاود نفس التجربه، وخصوصا انه تغامر بناس يخدموا معاك وبعدها الاجور تتوقف وكذا، ما يمكنش تدخل في هذه المغامره. ولكن في نفس الوقت هناك من يعاتبكم انت وبن شمسي بالخصوص، وكنظن نسبيا حتى المرابط، انكم يعني تركتم الجمال بما حمل ومشيتوا لاوروبا، وما بقى خاصه انتم بن شمسي ما بقات عندكم حتى شي علاقه بالصحافه. يعني فاش ما كتشوفش انكم رميتوا المنديل، وانه الدور اللي لعبتوه في هذه المرحله الحساسه من تاريخ المغرب ما بين عهد الحسن الثاني وعهد الملك محمد السادس ما استمريتوش فيه، ولو انه استمروا فيه في النقاش العمومي، وبقيتوا فقط وودعتوا الصحافه بشكل تقريبا شبه تام، الا من التجربه اللي كانت ديالك مع موقع لكم واللي ما استمرتش. فلماذا علاش ما استمرش السي عزام؟ وانا اكيد مستمر تعطيقات عليها نوصله والقصه كلها اللي وقعت. غادي فلماذا يعني رميت المنديل السي بوب؟ ما شوف عزيز، انا نقول لك علاش ماشي رميت المنديل. الانسان ماشي عنده غير خدمته، عنده، لانه كاين واحد جوج ديال الوليدات، كاين واحد المراه، وكاين واحد العائله. الا انا ما قمتش بالواجب ديالي ما عنده فين يمشي، واش ما عندي، وحقهم عليا كبير وظلمتهم قبل كلهم، ظلمتهم لانه مشيت في واحد المسار اللي جعل انه ما كانش عندي موارد باش نعطيهم داكشي اللي كيستحقوا، ما اللي كان هذا. ولو انه الله ما خصنيش نقول هذا، لان حتى ربي غادي يضربني على فمي، لانه الله سبحانه وتعالى ما عمرو سد علياش فين ما كيوقع شي مشكل تيحل ليا شي باب. صراحه هي هذه، ما خصنيش نبكي على راسي لانه صراحه. ولكن في نفس الوقت ملي اخي توصل ل 40 عام، دابا كنهضر معاك بيولوجيا، داكوغ، انا العز ديال العطاء ديالي البيولوجي عطيته للجورنال والصحيفه. ما كنت كنشوف عائلتي حتى ملي كندخل للدار ما عنديش الطاقه الفكريه باش ندوي معاهم ولا نجلس معاهم ولا هادي، وعايشين معيش عباد الله في الخلعه يوميا ديال هو غيتشد، هو ما تخلصش، هو ما هادي، هو هادي، واش غنديروا غدا، واش غنديروا بعد غدا، هما مشاو داروا ليه مظاهرات كيقولوا راه سب النبي، هو هادي. وضع نفسك ماشي في وضع راسك ماشي في البلاصه ديالي انا، البلاصه ديال مراتي وديال وليداتي وديال امي وديال هذا، واش فهمتي؟ هذوك عندهم حق عليه. انا خويا ملي خرجت وعندي 39 عام بالضبط، خرجت بيد قدام، كنقول لك يد قدام يد قدام ويدلور بوالو، واش فهمتي؟ اللي بدا نبكي دابا كنهضر معاك راه مازال ما جمعت باش ندير لا روتريت ديالي، لان السنوات الخصبه ديالي راه مشات في الجريده. كاين هذه المساله هذه. ثانيا ما خويا فين ما كانت عندي المهله باش نشارك في شي حاجه راني شاركت فيها، ابتداء بالقضيه ديالكم اصاحبي شدوا السيد ضربوه اتهموه بسميتو بالارهاب في 2013 في شتنبر 2013. واش كاين اكثر من هذا الشيء؟ والوالد الله يرحمه تخاصم معايا واحد الخصومه نادرا ما تخاصمت مع الوالد بحال هذيك الخصومه، لان بغاني نحلف انني ما غندخلش للمغرب. ملي تشد علي قال لي راه انت، لانه هو عرفتي الا شدوا لينا دار ذاك الرابط الفيديو يوتيوب ديال القاعده. انا في لكم باللغه الفرنسيه خرجت الفيديو
هو خرج غير الرابط، انا خرجت الفيديو كله. ما عاد دخلتي المغرب ودرتي ندوه صحفيه وداك الشيء زعما واش زعما ما غاديش راه كاين اكثر من هذا الشيء، ما غاديش نقول لك ما كنتش تقدر ندير. فبالتالي هادشي هادشي خصو يتواجه. كنواجهو بطريقتي، هو انه ملي كاني تنهضر معاك دابا فين ماشي واحد كيبغي يقلب عليا باش نهضر معاه تنهضر معاه، نادرا ما كنقول لا. فين ماشي صحيفه دوليه تقول لي كتب لنا شي حاجه تنكتبها لهم، فين ما وهذا الشيء راه تنخاطر براسي، مازال تنخاطر براسي، راه عندي خدمه. راه الناس اللي خدامين معايا يقدروا يقولوا الله يرحم باك السي انت راك عميد واحد سميتو، راك استاذ، راك هذه خلينا من هذا زعما التسطيع هذا اللي كتنوض لينا. وكنتقد الولايات المتحده وانا خدام مع منظمه امريكيه معنا في البورد ديالنا، الناس يدخلوا يشوفوا انا معهم خدام، ان الناس المسيرين ديال الشركه اللي انا فيها، ديال هذه الكليه اللي انا فيها، راه كاين الناس اللي كانوا سفراء وكانوا مع في الاعلام هذا ديال الدوله الامريكيه. وانا ملي كنوض وكنقول راه هذا التطبيع هذا راه مصيبه عظمى، في نظرك اش يفكروا هاد الناس هادو؟ واش يقولوا ملي كنوض كنقول هادشي د اسرائيل هذا؟ ما هادشي زعما هذوك الناس اش غيقولوا مع راسهم؟ غيقولوا هاد خينا هذا بزاف هادشي. واش فهمت؟ دونك هادشي راه مازال راني غادي في الله، يعني مازال انت كتخاطر لا اللي ما عنديش، اللي ما نقدرش نخاطر به عزام باش نكون صريح معاك، هو خصني واحد المدخول شهري اللي كنربحو بصفه نقيه تقيه. هادشي ما نقدرش نخاطر به لان ماشي بوحدي في هذه القضيه هذه. خاصني كيفاش انا المشكل ديالي هو انه خصني نضمن واحد هذا اللي كيجعلني ان ما كنسرق، ما كنترشى، ما كنكذب، ما كنسميتو بصفه شريفه. هذا المشكل. المغرب ما عندكش ضمانه مؤسساتيه، الضمانه ديالك هو واش تعزيز عليهم ولا ماشي عزيز عليهم، وانا الضمانه هذه ما نقدرش نخدم بها. واش فهمتي؟ وكيف قلتي راك قلتيها سميتو، الناس سمعتيني قلتها قبل. الا بغيتي شوف، الا بغيتي دير، انا ما بغيتش ندير بوحدي نبقى نكتب. انا النشوه ديالي في الصحافه هو العمل الجماعي. انا دابا اللي كيحرقني اللي كان عندي وما بقاش عندي هو هذوك الاجتماعات ديال هيئه التحرير ودوك النقاشات الكبرى، ومن الجريده تخرج كيجيو عندك الدراري ديال هيئه التحرير كيقول لك اش هذا اش قال وهذا اش دار، وكان ما بيناتنا انا هادشي اللي ترزيت فيه، لان هادشي كان هذا هو الشغف ديالي، كان هو هذا الجانب ديال العمل الصحفي. باش فهمتي بمعنى اخر، انا الا بغيت نرجع الصحافه، بغيت نرجع مؤسساتيا، بغيت تكون عندي الموارد باش تكون عندي هاد الطاقم، وتكون عندي هاد القدره. الاشكال يا عزيزي ولكن القضيه حسمت. انا ما غاديش نتكرفس على الناس عاوتاني، نجيبهم باش عاوتاني يمنعونا ويديروا لنا ويمشيو يتكرفسوا لهم. دابا كيتكرفسوا على عائله عباد الله وجدوا عباد الله في الحباسات، وهذا واش مع من سميتو اللهم الا كان شي حاجه في الخارج. اما في المغرب ما كاينش، وحتى في الخارج راه كيطاردوا، راه دايرين هذوك اليوتيوبر ديال سميتو كيشوهوا السمعه ديال عباد الله نهار وما طال. فبالتالي راه الطبيعه ديال النظام راه تغيرات، راه ما بقاش. راه كنقول اليوم راه اسوء من داكشي اللي كنت انا اللي كان فوقتي. دابا بقيت شحال وانا تنعاود لك المشاكل ديالي وهذه راه لا مقارنه مع داكشي. لانه القناه حنا دايرينها الامور التاريخيه، داك الشيء علاش ركزنا فيها على ما هو تاريخي. انا تنقول لك لان مؤسساتيا، وهذا الشيء كنقول لك واحد القضيه، هذا الشيء راه ما تنقولش انهم اللي كيجيو كيقولوا راه بغينا نديروا راه كيكذبوا، ولكن اخويا ملي ما كايناش الضمانه المؤسساتيه ما يمكنش نمشي معاك، لانه انا جاسفت، انا خاطرت ملي شحال هذه وداكشي اللي عندي حطيته، ما بقاش عندي ما نحط. دابا غتقول لي من غنجيب انا هاد الفلوس باش غندير لك انا الجريده، حتى الا بغيت كاع ما عنديش. دونك كي غادي ندير لها في ذاك الوقت راه كندك رزق شي شويه دخلنا ولقينا. انا صراحه اسمح لي، كنت قلت لك اخر سؤال، ولكن ملي قلت هذه القضيه عندي لك اخر سؤال دابا بصح. دابا انت معروف انه كنتي صحفي في المغرب وعندك اسمك وكنتي مدير نشر. ملي مشيت لاوروبا ولا مره تم مفاتحتك ومستثمر يفاتحك انك هو يديروا مشروع اعلامي، موقع معين، جريده معينه تبث من اوروبا؟ لا ما تعلقش تغطيه اصلا بالمغرب، ممكن تكون تغطيه عامه. ما عمر جا شي واحد فاتحك في هذا المشروع هذا، الفكره هذا؟ كان لا ما عمر شي حد جا عندي قال لي نعطيك راس المال ودير جريده زعما اللي كتهتم بمسائل اللي هي ماشي المغرب. اولا، ثانيا واخا كنت غادي نرفض. علاش غادي نرفض؟ لان ما كان كنعتبر ان في الحياه الانسان كينجح ملي كيخدم على مسائل اللي عنده اهتمام بها. وانا يا اخي من الناحيه الصحفيه الاهتمام ديالي هو المغرب.
واش فهمتي صحيح. فهمتي، ولو انني دابا راه كنقري العلاقات الدوليه، وعاد درت واحد الندوه مع شلومو بينامي اللي كان وزير الخارجيه اسرائيل، وكنهتم تنقري، عندي درس على القضيه الفلسطينيه، على النزاع الفلسطيني الاسرائيلي الى اخره. من ناحيه ديال العمل الصحفي، انا البيئه ديالي هي المغرب، والاهتمام ديالي هو المغرب، كيبقى راسي يدور وكيمشي للمغرب. واش فهمتي، عندي هذا ما عمرني كانت عندي رغبه انني نكتب على، ولو انني عندي افكار ما غادي نقولش سميتو، ولكن ما عنديش الا كنت ما عمر جا شي واحد فاتحك فكره انه دير اللي كانت تجربه اللي ما نجحاتش، اللي هي ديال هافينتون بوست. كنا غادي نديرو، كان واحد الشخص كنت تلاقيته في جامعه هارفارد، اللي كنت كنقرا تما، تونسي، وتصاحبنا الى اخره، وهو كانت عنده علاقه مع اغيانا هافينغتون. كان كيعرف شي حد اللي كيعرف اغيانا هافينغتون، اللي هي المؤسسه ديال هافينتون بوست، وقنعها باش دير هافينغتون مغرب، هافينغتون ديال شمال افريقيا. وجا عندي اتصل بي قال لي واش بغيت تكون انت هو مدير النشر ديال هذا الموقع، انا نتكلف بالمسائل الماليه والتجاريه والاداريه، وانت تتكلف بالمسائل التحريريه. وقلت لي واخا. وحتى بدينا تنخدموا على الخط التحريري وداك الشيء. ومع الاسف السي ازولي الله يذكره بخير اتصل بهذا اغينا فيكتوش، قال له هذا راه ماشي مستقل، هذا راه مع مولاي هشام، وراك ما عرفتيش انت مع من، وهذا اتصل بي هذاك السيد التونسي، قال لي صدقت القضيه، صدقت هافينتون بوست. كل دار واحد مخزني داك العلاوي، مشيت سميتو عبد الملك العلاوي، ولا ما عرفت، كنمشي ليه سميتو، راه هو كيهضر ديما باسم المخزن وهذا شد هذيك التجربه دقها في بضعه اشهر ولا شي حاجه. ما جاب شاء الله التيسير، لان ما يمكنش تنجح، لانه كانت مخزنيه، كان الخط التحريري مخزني، دونك ما نجح شيء، ما داكشي ما صدق شيء، والتجربه كلها ماتت. سي بوكر طولنا في الكلام ديالنا، ولكن انا ما بغيتش يعني نتوقف. خليني بعدا يعني نشكرك بعدا. اول شيء نشكرك على هذا الحوار هذا الطويل، تكلمنا فينا على امور كثيره، خصوصا التجربه ديال لو جورنال. فانا كنشكرك بزاف، ونتمنى لك ان شاء الله كل توفيق ومع ديال الاطار. بارك الله فيك السي عزام، وانت بالنجاح ان شاء الله في هذا العمل الجاد اللي كتقوم به. طيب.